بيبدأ فيلمنا في العصر الجليدي وبنشوف كل الحيوانات مبسوطين وبيجروا ورا بعض على الجليد، وبنشوف ان الحيوانات كلها اتأقلمت على الجليد، وبتيجي الفيلة الجميلة عشان تبسط جوزها فبتوقع نفسها في المية، وكل الحيوانات بتفضل تجري ورا بعض وتتنطط. وبيجي سد وبيحاول يكون عنده شخصية قوية فبيقدم النصايح للحيوانات اللي معاه، وبيحاول يكون عنده شخصية قوية علشان خاطر يجذب الستات الحلوة اللي هناك حواليه. وبعد سد ما بيقدم لهم النصايح بتيجي العيلة الصغيرة تاخده وتعلقه من رجليه وبيحاولوا يضربوه هما مغمضين عينيهم. وبعد سد ما بيقع على الأرض الأطفال الصغيرة بيحاولوا يدفنوه في الأرض، وبيجي طبعا صاحبه ماني ودييجو وبينقذوه. وبيبقى واضح على سد انه مش زعلان، وبيقول لتيجو انه بنى المعسكر ده عشان خاطر يربي الاطفال وشايف نفسه قائد عليهم. فبيجي طفل جميل يربط سد من رجليه وبيوقعه على الارض، ويجي تيجو وماني وبيضحكوا عليه، وسد بيزعل منهم وبيقول لهم هو عارف هو بيعمل ايه وبيسيبهم ويمشي. ويجي ماني عشان يسكت الاطفال فبيحاول يحكي لهم حدوتة عن الاسرة، وبتيجي عصفورة صغيرة تسأل ماني على أسرته، فماني بيزعل ويتضايق. وبيلاقوا فجأة الأطفال كلها بتتنطط وبتقول لهم العالم هينتهي. بيسألهم ماني مين اللي قال لهم كده، فبيقولوا له توني، وبيروح لتوني وبيسأله، فبيقول له إن الذوبان ده هيغرق كل حاجة وهيعمل فيضان كبير وإن العالم هينتهي. فماني بيمسك توني من رجله عشان يبطل يقول الكلام ده للناس ويخوفهم. وفجأة الأطفال كلها بتصرخ وبتقول الحقوا هينتحر، وبيبص ماني فوق بيلاقي سد فوق عايز يوقع نفسه، وسد بيوقع نفسه ويجي ماني طبعا ينقذه. وفجأة الأرض بتتكسر من تحت تيجو، وبيعرفوا إن توني عنده حق، وبيعرفوا إن التلج كله هيدوب وهيحصل فيضان كبير، فبيجروا عشان يحذروا كل الحيوانات. وبيظهر النسر وبيحذرهم وبيعرفهم ان قدامهم 3 ايام بس والجليد كله يدوب، وبيقول لهم الطريقة الوحيدة عشان يفضلوا عايشين لازم يوصلوا لنهاية الوادي. وماني بيقعد يبص على قطعة جليد بتدوب وبيبص فيها يلاقي حيوان مفترس، اول ما الجليد هيدوب هيطلع. وماني بيحاول ياخدهم على الطريق بتاع الوادي، وبيبقى فيه حيوانات على سطح المايه وفجأة بتختفي لان بيبقى فيه حيوانات مفترسة تحت تشفطهم. وبتيجي الحيوانات بتخوف ماني وبتقوله ان انت هتنقرض علشان ما تبقاش حد من سلالته غيره. فبيجري سد لانه بيسمع صوت زي صوته بالظبط، فبيجري هو وتيجو وسد، بس بيلاقي حيوان من فصيلة تانية. فبيزعل ماني وبيقرر انه يمشي لوحده، وهو ماشي بيلاقي مية فبيبص فيها وبيلاقي وشه في المية، وفجأة بيلاقي قدامه فيلة جميلة اسمها آني، بس هي بتبقى فاكرة نفسها فار مش فيل، وبيكون ليها أخين من الفئران. وسد بيقوله ما تفضلش غيرها من فصيلتك، خدها معاك وخلاص. وطول السكة بتفضل تستخبى ورا الشجر عشان مفكرة نفسها فار، وماني بيحاول يقنعها إنها فيل زيه. وهم ماشيين على الجليد فجأة بيطلع الحيوانات المفترسة من تحت المية وبيهجموا عليهم، بس ماني بينقذهم بقرونه القوية. فبتنزل الحيوانات المفترسة تحت المية وبيكمل القطيع طريقه، وبتظهر حالة إعجاب بين ماني وآني عشان هو أنقذهم، وبيبقى واضح على تيجو إنه بيخاف من المية. وسد بينصح ماني إنه لازم يخلي آني تعجب بيه، فبيحدف فار من اخواتها في الهوا والفار بيقع على الأرض، بس بيقوم وبيلعب مع آني وأخوه، وبيلاحظ إن آني مرحة جدا وبتحب اللعب. وسد بينصح ماني إنه لازم ينسى أهله ويكون أسرة جديدة عشان يحمي سلالته من الانقراض. وفي نفس الوقت آني بتكون بتلعب وبتتحشر بين الشجرة، فبيجي ماني وبيطلعها. وهما ماشيين آني بتبص على المكان وبتحس إنها كانت في المكان ده قبل كده وهي صغيرة، وبتفتكر إنها كانت في المكان ده وهي صغيرة، وبتشوف أبو الفارين وهو بياخدها وبيربيها مع ولاده. عشان كده كانت مفكرة نفسها فار، بس كانت مفكرة إنها أكبر منهم شوية، وعرفت إنها فيل. وماني قال لها إنها جميلة. وسد بيحكي لتيجو عن شجاعة ماني وإنه قدر يتغلب على طبعه وإنه يتعرف عليها، وبيقول لتيجو انت لازم تتغلب على خوفك وتنزل المية. وبنرجع لآني اللي بتسأل ماني عن الفيلة وطبعهم، فماني بيقول لها ان سلالتهم هتنقرض فهم لازم ينقذوها. فآني بتزعل من كلامه لانها بتحس ان هو مش بيحبها وان هو بيعمل كده عشان خاطر ينقذ سلالتهم وخلاص، وبتسيب ماني وتمشي. وماني بيحاول يرضيها بس مش بيلحق عشان الأرض تحتهم بيحصل لها انفجار، وبيتعرض تيجو للخطر وبيطلب من ماني وآني إنهم يتحدوا عشان ينقذوه. وفي نفس الوقت آني بتحس بالذنب وبتعتذر من ماني عشان فهمته غلط، وبيعرفوا إنهم ينقذوا تيجو في آخر لحظة. وبيجي وقت النوم وبيناموا،
وفجأة سد بيلاقي نفسه وسط الفصيلة بتاعته وهم شايلينه وعاملين له تمثال وملبسينه تاج وعاملين له احتفال كبير، وبيضطروا ان هم يضحوا بيه عشان يحموا نفسهم وسط الحمم البركانية. وبيصحى سد وبيكتشف ان هو كان بيحلم، وبيصحى تيجو يلاقي نفسه وسط بركة مية اتكونت جنبه وهو نايم، فبيتفزع وبينط على ماني. فماني بيقول لهم انهم لازم يمشوا بسرعة عشان الجليد هيدوب. وهم ماشيين بيلاقوا مجموعة كبيرة من النسور، والنسور بتبقى مبسوطة عشان مفكراهم وجبة لذيذة ليهم، بس هما بيقدروا يهربوا منهم. وهم ماشيين بيشوفوا قدامهم نهاية الوادي، بيبقوا مبسوطين عشان قربوا خلاص على نهاية الطريق. بس فجأة الحمم البركانية بدأت تنفجر في كل مكان، فماني قرر انه يكمل الطريق وسط الحمم البركانية، بس اني رفضت وقالت انها هترجع. وبيكمل ماني وسد وتيجو طريقهم وبيلاقوا نفسهم وسط الحيوانات، فبيعرفوا ان هما ماشيين في امان. بس هما ماشيين بيبقوا عايزين يطمنوا على اني واخواتها الفيران، فبيفضلوا يسألوا الحيوانات عنهم. وعلى الجنب التاني بنلاقي الجبل بتاع الجليد اتهد وبقى فيضان كبير، وبيظهر تحت المية الحيوانات المفترسة، وبتتحبس اني واخواتها تحت انهيار صخري. وبتعرف اني انها تطلع اخواتها الفيران من وسط فتحة في المكان اللي هي موجودة فيه، فبيجروا عشان يجيبوا اي حد ينقذها. وبيلاقوا ماني وبيروحوا له، بس الفيضان بيبقى اسرع منهم وماني بيقع في المية، بس مش بييأس انه ينقذ اني. وبيقع سد والفارين في المية ومش بيتبقى غير تيجو على البر، وبيجي تيجو يقع في المية عشان يتغلب على خوفه منها، وبيقدر ان ينقذ سد والفيران من المية ويطلعهم بره على الشط. وماني بيكون لسه في المية بيحاول ان ينقذ اني، بس مش بيقدر، وبتيجي الحيوانات المفترسة تاخد ماني وتسحبه تحت في المية. وبيهرب منهم ماني وبيعرف انه يربطهم في الغصن اللي مربوط بين الصخور اللي فيها اني، وبيقدر ماني انه ينقذ حبيبته. وفجأة الفيضان بينتشر في كل حتة والمية بتغرق كل مكان، بس فجأة الشمس بتظهر والمية بتنشف والمكان بيرجع مشمس وجميل. وبيكتشف سد القطيع بتاعه وبيعرف ان هو ما كانش بيحلم وان هما فعلا خطفوه في الليلة ديت. بس تيجو بيقول لهم ان هو خلاص لقى عشيرته وهم بيحبوه وما يقدروش يستغنوا عنه، وبيجي سد يحضنه عشان بيعرف ان تيجو بيحبه. وماني بيحس ان الارض بتتحرك جامد من تحتيه، فبيبص قدامه بيلاقي ان سلالته كلها عايشة ومحدش فيهم مات، وان هو مش هينقرض ولا حاجة. وهنا بقى يا اما يروحوا مع القطيع بتاعهم يا اما يمشوا مع سد وتيجو. فماني بيقرر انه يمشي مع تيجو وسد، واني بتقوله انها هتكمل وتمشي مع الفيلة، وسد وتيجو بيقولوا لماني انه لازم يروح مع اني ويتقدم لها ويتجوزها. فبيروح لها ماني واني بتفرح قوي، وسد وتيجو بيفكروا خلاص ان هما لوحدهم، بس بيرجع لهم ماني واني وبيكونوا قطيع واحد، وبيفكروا ان هما يكونوا أسرة جميلة باعتبار ان ماني اب واني ام. وبيستمر القطيع في رحلتهم الممتعة.